السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. تعالوا النهارده ان شاء الله نعمل الديتول في البيت. ديتول تحفة، ريحة بعد ونظافة بعد كده مفيش. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو هيعجبك الفيديو وان شاء الله يعجبك وينور رضاكي تعملي لي لايك وشير واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. اول حاجة هعملها هجيب كوباية كده ونحط فيها معلقتين من البوتاص. بوتاص دي بوصار، حجر تسليك المجاري، قطرونه، كل دي مسميات للبوتاص عندنا او الصودا الكاويه. هنقلب كده كويس، ندوب البوتاص في نص كوبايه الميه ونركنهم على جنب. هاخدهم على طول، مش هستناهم لما يبردوا. في بوله هنحط 3 معالق من النشا، 3 معالق كده حلوين محترمين من النشا، وهنحط عليهم نص لتر من الميه. هنقلبهم بقى كويس عشان بيرقدوا تحت. نقلب كويس. بعدين هنحط عليهم البوتاص ده. حبة ديتول بقى عسل تغسلي بيهم، تسيقي بيهم الحمامات، تحطي شوية منهم على مية التسيق الشقة، يخلولك ريحة المكان تحفة. ويدوكي نظافة وتلميع للسيراميك في الحمام، جميل جدا. قلبنا كده بعد ما حطينا البوتاص، هنقلب النشا كويس. بصي عمل ازاي تقيل. هنجيب بقى لتر من الديتول من سايب من عند الراجل بتاع المنظفات. هنحط الديتول كله على النشا والبوتاص اللي احنا عاملينه. تقل ده زي صابون كده، هو تيجي تغسلي بيه هيرغي وهيبقى كويس جدا، وهينضف كمان كويس جدا. البوتاص هيخليه ينضف كويس. كمان هنحط معاه مكونين 2 تانيين هيزيدوا في فعالية النظافة جدا جدا جدا. تشيل تكلسات الحمام والحنفيات، الحيطان، السيراميك، الارضيه، وكله كله كله هيخلي لك الحمام يلمع. بصوا كده عمل ازاي. بدل ما هو ديتول ميه خالص، عملنا فيه زي ماده لزجه كده زي صابون للتنظيف. وطبعا حطينا المكونات اللي هي بتنظف البوتاص، وهنحط كمان حاجات تانية. هنا هنحط بقى لون عشان الديتول اللي انا كنت جايباه كان اصفر، فانا بعزز اللون باللون الاصفر برضو. وهنقلب كده كويس. بص اللون، بوريكي اللون. بص اللون بقى عامل ازاي، تحفه. وريحه الديتول اصلا جاي ريحته جميله جدا. هنحط بقى باقي المكونات اللي هي ايه، اللي هي عباره عن معلقه من الكربوناتو ومعلقه من الملح الليمون. المادتين دول هيعززوا النظافه بتاعه البوتاص ويدوكي نظافه وتعقيم تحفه جدا جدا جدا. هنقلب بقى المكونين دول كمان، وبعد كده هنحطها في ازازه ونحطها في الحمام عشان تسيل الحمام. لو وصلتش معايا لغايه كده ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هنقلب الخليط كويس جدا عشان ندوب الكربونات والملح الليمون مع الصابون. اظن الفيديو ده عايز لايك كبير كده. شكرا على المتابعه، واسيبكم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله.